برباش تماشاوانین هیجا تماشاوانین روشن تیوی ام بهیوینه کندنا بخیر و خوشیه دبن هرتن شاد و بختوار بن ایرو میوان ما برادرین می عربه بزمان عربی امی ایرو پروگرام خود پیشکش بکن ما مستعدی هیجا خودی تجربه خودی ازمونک گلکی گران دواری رکبریا سوری دواری مافناسیه ده دواری سیاست و چاندنا سیاست ده هندری سوریه ده برز ما مستعد اکسم نعیسه از بخیرات نوی به زمان عربی بکم از دست که از وی پیشوازی بکم دبردجی امی هول بدن کو به هفرجی پروگرام خوب سری بله. مساء الخير، مساء الوطن، مساء الحريات والتعايش الأخوي والسلمي، مساء الروح الإنسانية التي تجمعنا نحن السوريين، مساء بلد الحضارات، بلد الكرد والعرب والأشوريين والكلدان والأرمن والمسيحيين والمسلمين والإيزيديين، مساء العزيمة الأبدية التي وقفت بوجه أعتى آلة رعب وقتل عرفها التاريخ السوري القديم والجديد، مساء سوريا الحضارة، سوريا الديمقراطية، سوريا الحقوق والواجبات، سوريا الوطن والمواطنة الصالحة بعد كل هذا القهر والاستبداد والرعب والقتل المنظم والبراميل والصواريخ والكيميائي. هل بقي شيء آخر في جعبة هذا النظام الدكتاتوري ولم يستخدمه بعد ضد هذا الشعب؟ ماذا بقي على مساحة الوطن غير الجماجم والأطراف والعظام المتناثرة على جغرافيته طولا وعرضا؟ هل سلمت عائلة سورية واحدة لا غير ولم تتعرض للأذى ومن شرور وبطش هذا النظام الدكتاتوري الأرعن؟ سوريا الملونة والجميلة بشعوبها وثقافاتها وأزهارها وزيتونها وقلاعها وأنهارها وبحارها وجبالها، التي صمدت وقاومت واستطاعت الوقوف أمام كل الغزوات والاحتلالات، باتت اليوم على طريق الهلاك الجمعي وتقترب من حدود الفناء والضياع كوطن وكثقافات وكجغرافيا. سوريا التي ارتهن قرار مصيرها للطورانيين وللفرس وللغرباء الآتين من الخارج وللمجاميع الإرهابية القادمة من وراء البحار. من الذي أوصل بنا الحال إلى ما نحن عليه اليوم غير هذه الثقافات الإمحائية والإقصائية والعنصرية والراديكالية المقيتة، غير هذه التيارات والأحزاب القوموية الشاذة التي ابتلينا بها جميعا في سوريا، والتي حولت الثقافات السورية الكبيرة والعظيمة المتعددة والملونة والمزركشة إلى ثقافة اللون الواحد والعلم الواحد والرجل الواحد والحزب الواحد والقائد الواحد والأوحد. كيف لنا وبعد كل هذه الانهيارات في جدار الوطن والتشظي والتفرقة وقيام الإمارات والجمهوريات الرعب والذبح وقتل مئات الآلاف والتشريد والتهجير المقصود والمنظم والمبرمج والتغيير الديمغرافي من لم شمل السوريين ثانية من الكرد والعرب والسوريان والأرمن والآشوري وغيرهم وكل السوريين؟ كيف لنا أن ندخل في بواطن العقل السوري الراجح والشامل والكامل للملمة الجراحات وبناء وطن غير مشوه كالوطن السابق الذي عشناه على أطرافه المبتورة، ذلك الوطن وذاك الوطن الذي كان فيه عدد السجون يفوق عدد الجامعات والمستشفيات؟ عبر هذه الأسئلة وهذه الاستفهامات نستضيف اليوم السياسي والحقوقي السوري المعارض الأستاذ أكثم نعيسة، مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية ومنسق لجان الديمقراطية السورية أمارجي. أستاذ أكثم نعيسة، أهلا وسهلا بكم، وتشرفنا بوجودك معنا اليوم على شاشة روشن تي في نافذة الرأي الكردي الحر، فأهلا بك. أهلا، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين، أهلا وسهلا بكم يا أخي. تسلم السيد نعيسة. لنعرف شوي عن يعني حياة وأعمدة حياة السيد أكثم نعيسة. أكثم نعيسة هو ناشط حقوقي ومحامي سوري من مواليد 1951 من مدينة اللاذقية، ودرس في مصر وترأس رئاسة منظمة جمعيات الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي شارك بتأسيسها في سنة 1989.
اعتقل عدة مرات من قبل النظام السوري، أولها كان في فبراير 1982 ل4 أشهر، وفي سنة 1989 أنشأ إذاعة باسم صوت الديمقراطية السرية ونادى بإقامة انتخابات حرة في سوريا. وأيضا اعتقل مرة أخرى في ديسمبر 1991 وحكم عليه بالسجن 9 سنوات في سجن صيدنايا، وأطلق سراحه في يوليو 1998 وحرم من ممارسة مهنة المحاماة بعد ذلك. شارك في تظاهرات عديدة 2004 المناوئة لتمديد حالة الطوارئ أمام البرلمان السوري، وفي أبريل 2004 اعتقل مرة أخرى وأرسل مرة أخرى أيضا إلى سجن صدنايا وسجن ل4 أشهر أخرى. وفي عام 2005 أسس السيد أكسم نعيسى مركز الشام للأبحاث الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا. ومن الجوائز التي نالها أكسم نعيسى جائزة مراقبة حقوق الإنسان من قبل منظمة حقوق الإنسان عام 1992، والجائزة الدولية لحقوق الإنسان في بلجيكا 2004، وجائزة مارتن إيلالتس عن الحقوق ب 2005. سيد أكسم نعيسى بترحب بالضيوف، وإذا كان في شيء غلط أو شيء يعني طلعنا برات النص ممكن تضيف أي كلمة من طرفك. تفضل. الله يعطيكم العافية. يعني هذا يعني ملخص فعلا، ملخص كويس وكافي ووافي يعني لما شكرا استاذ اكسم. تمام استاذ اكسم، لنبدا بطرح الاسئله على حضرتك. اليوم تدخل الثوره السوريه عامها العاشر دون تحقيق اهدافها المعلنه في اسقاط النظام وبناء سوريا جديده وسوريا لكل السوريين. فمن طرف ما زال النظام يعتبر ان كل ما جرى من قتل وتهجير وموت ورعب هي مؤامره دوليه على سوريا وعلى النظام السوري، وعلى الطرف الاخر ارتهنت المعارضات السورية المتشعبة ارتهنت وسلمت إرادتها إلى الإرادة الإقليمية والأجندات القاتلة، وسلمت قدر السوريين يعني لهذه الأطراف الإقليمية والدولية. كيف تصف لنا سوريا الوطن وسوريا الثورة في عامها العاشر من انهيارات؟ تفضل معك. يعني أنا أولا أريد التنويه إلى المقدمة التي تفضلت بها حضرتك في بداية البرنامج. يعني كانت حقيقة يعني وصف وملخص دقيق للوضع السوري بصفة عامة. الآن أريد الإشارة إلى الوضع العام الآن في سوريا. هلا من جهة النظام يبدو أنه النظام يعني مستعصي، غير لا يقبل أي حلول، لا يقبل أي تفاوض. هو مدرك تماما أنه إلى الآن لا يزال يقوم بوظيفة ما تتطلب منه من قبل دول، سواء كانت إقليمية إيران على سبيل المثال، أو حتى دولية على المستوى الدولي مثل روسيا أيضا وإيران. هم حقيقة يعني يمدون النظام بنسق الحياة. ولولا أعتقد إلى حد كبير لولا روسيا بصورة أساسية وتدخلها العسكري في 2015 أيضا، ولولا الدعم الإيراني ودعم حزب الله ودعم أيضا ميليشيات إيرانية في سواء كانت في العراق أو في غير العراق، أنا أعتقد أن النظام كان قد سقط وانتهى. ولكن بكل أسف إلى الآن هذه الدول تدعم النظام، فهي تراه حتى هذه اللحظة هو أفضل من يحقق لها مصالحها على في هذه المنطقة، في هذه المنطقة الحساسة من العالم. وأيضا الجميع يعرف موضع سوريا، سواء الموضع الجيوسياسي وأيضا الجيوستراتيجي في العالم. هذا من جانب النظام. الآن يعني أريد الحديث قليلا عن المعارضة. بكل أسف يعني بداية منذ اللحظة الأولى انطلاق الانتفاضة في سوريا، المعارضة لم تدر هذه الانتفاضة أو هذه الثورة في بداياتها بصورة وطنية مخلصة. وبالعكس يعني بعد أشهر قليلة شاهدنا كيف اتجهت نحو السلاح، وكيف تم تطييف هذه الانتفاضة، وأيضا تصاعدت الأمور وتجذرت أكثر،
بكل أسف يعني أظهرت هذه المعارضات جوهرها الحقيقي، جوهرها الطائفي، جوهرها الارتهاني. والآن يعني دعنا نلقي نظرة على المشهد المعارضي في سوريا. جزء من هذه المعارضة تم تصنيعه في الخارج يعني بكل أسف. يعني لا أريد الحديث بالأسماء، لكن نحن نعرف جيدا أن جزء من هذه المعارضة تم تصنيعه في الخارج، وتم إملاء أسماء على الشعب السوري وعلى أرضية أنهم يمثلون الشعب السوري في حين أنهم لا يمثلون سوى أنفسهم. هذا من جانب. من جانب آخر دعنا نشير إلى تلك المنظمات الطائفية الإرهابية التي صعدت إلى الساحة السورية، والتي أيضا يعني بدأت بالذبح والقتل وانتهاك الأعراض، وأيضا انتهاك وساهمت مع المحتل تركيا في احتلال أراضي سوريا، ورفعت العلم التركي، و يعني انتهكت أعراض الناس، وقامت بكل الانتهاكات التي لا يمكن أن تحصل في أعتقد في مكان آخر إلا في مناطق يعني ذات طبيعة همجية ليس لها علاقة بالإنسان. هذا طرف آخر. أيضا المعارضة الموجودة داخل منطقة النظام هي معارضة مشوشة لا ومغلوب على أمرها، فلا هي قادرة على الإفصاح عن رأيها الحقيقي وموقفها الحقيقي، أو هي جزء منها مرتهن لصالح أيضا النظام. تبقى هناك المعارضة الديمقراطية العلمانية الديمقراطية، والتي حتى هذه اللحظة وبكل أسف شديد يعني التي لا تمتلك أي هامش للعمل. نعم، هي مبعثرة ومشتتة. يعني أريد القول أنه كل المعارضات التي ذكرتها حقيقة قامت بالدوس على المعارضة الديمقراطية، بمعنى أنها نهضت على جسد المعارضة الديمقراطية، وبالتالي لم يبقى لهذه المعارضة أي هامش، لم يبقى لها مواقع يمكن أن تحتل على الأقل لتشكل يعني بنشاطها فعلا وازنا في العملية السياسية. يعني أستاذ أكسم، ما فينا نقول أنه كطرفي الصراع، إذا حددنا المعادلة السياسية بطرفي الصراع، يعني ما ممكن نقول أنه الطرفين الراديكاليين كملوا بعضهم في وقت الثورة وفي القضاء على الحياة الليبرالية والديمقراطية وعلى بذور التفاعل في بداية الثورة؟ نعم، يعني هلا أنا قلت أنه إدارة الثورة كانت يعني إدارة غير وطنية منذ البداية. أنا كنت في سوريا وشاركت العديد من المظاهرات، وأيضا يعني كنت أراقب عن كثب، وحتى في بعض الأحيان كنت أشارك كيف تم السيطرة على المسارات الأساسية للانتفاضة، أو على أيضا العصب الأساسي للانتفاضة، وكيف تم تحوير الشعارات التي أطلقها المتظاهرون في البدايات، والتي كانت تعبر حقيقة عن رغبة وطموحات الشعب السوري في الديمقراطية وفي الحرية وفي الكرامة، إلى مسارات أخرى تماما، هي مسارات طائفية ودينية بالدرجة الأولى وعنصرية بالدرجة طيب أستاذ أكسم، سؤال يعني لندخل إلى الوطن من الزاوية العريضة. أستاذ أكسم، هناك من يصف الوطن السوري ببرميل بارود شديد الحساسية والتفجير لما يحمل هذا الوطن من تناقضات وصراعات وإرهاصات وتفاعلات وعناصر غير منتظمة وغير منظمة في الوجود والإيقاع المجتمعي. يعني ككتل المجتمعية السورية يعني غير قادرة على إنتاج هذه المعارضات التي تتكلم عنها، أي بمعنى آخر أن العناصر التي تتكون منه هذا الوطن هي عناصر تحتوي على التنابذ وتخلو من المشتركات الجامعة، أي لا يقبلون بعضهم بعضا كمشاريع سياسية. كيف تعلق؟ تفضل. نعم، أنا أعتقد أنه يعني كما تفضلت أنه النظام من جهة، والمعارضات فلنقل المتطرفة من جهة أخرى، الحقيقة يعني اتحدا في موقف واحد، وهو
يعني تهتيك النسيج الاجتماعي السوري، ويعني تمزيقه، وإيجاد شروخات عميقة في هذا المجتمع. يعني الآن بدأت كما ذكرت، بدأت الأمور بمظاهرات لها علاقة بالثورة والكرامة والحرية إلى آخره، وانتهت الآن بشروخات على المستوى الطائفي، وعلى المستوى أيضا العنصر القومي. الآن هناك تيارات في حقيقة الأمر تنظر للأمور وتقيس الأمور على أرضية فيما إذا كان هذا من طائفتها أو لا. يعني بمعنى يعني هي محمولة على مبادئ ما قبل الوطنية، ليس لها علاقة بالوطنية، وهي أقرب فعلا يعني إلى محمولات قبلية، محمولات قرون وسطية إلى آخره. وأنا أعتقد أنه أحمل أيضا النظام وأيضا المعارضة التي أسميتها حضرتك راديكالية وأسميها متطرفة ذات المسؤولية. يعني هما يتحملان ذات المسؤولية في إيجاد هذه الشروق، ولا يزال حتى هذه اللحظة يمارسان تعميق الشروق وتعميق الجروح أيضا. طيب استاذ أكرم، يعني هناك عامل رديف، هناك عامل اخر ايضا. يعني لماذا اختلفت المعالجات في دعم الثورات في المنطقه العربيه ككل؟ يعني فما زال المجتمع الدولي يستمر يعني ويستثمر هذه الثورات، وتحديدا الثوره السوريه ومعاناه الشعوب وخاصه في سوريا، والنزيف ما زال مستمر. لماذا تصرفت مجموعه اصدقاء سوريا وبهذا الشكل التي يعني كانت تبكي، التي بكت يوما على الشعوب والمجتمعات السورية؟ يعني فهل فعلا كانوا أصدقاء لسوريا؟ وهل للدور الدولي أيضا عامل أو يعني طرف في تحمل هذه المسؤولية؟ هلا دعنا نقول انه بصوره عامه، يعني الغرب بصوره عامه، واقصد بالاتحاد الاوروبي زائد الولايات المتحده الامريكيه زائد روسيا ايضا، يعني القضيه بالنسبه لهم قضيه مصالح، سواء كانت مصالح آنية لحظية أم مصالح مرحلية أم مصالح ذات بعد استراتيجي بعيد المدى. أنا أعتقد أنه في تلك يعني في حالة التجاذب التي تمت حول الوضع في سوريا، والتي كانت قائمة بين هذه الدول، واللي كان جزء منها هي دول قالت أنها صديقة لسوريا، هذه حالة التجاذب هذه لم تساعد على التوصل إلى حل متوافق عليه على المستوى الدولي. هناك تجاذب في المصالح بين تلك الدول، وهذا انعكس على الوضع السوري. واعتقد ان الدول الصديقه اللي سميت نفسها بانها دول صديقه لسوريا قد توصلت الى استنتاجات عديده، وايضا على المستوى العملي. يعني هذه الاستنتاجات لم تكن استنتاجات نظريه بقدر ما كانت هي استنتاجات عمليه، حيث وضعت فعلا كل تفاحاتها في سله المعارضات الراديكاليه او المعارضات المتطرفه والمسلحه، او تلك المعارضات التي اعتقدت انها تمثل الشعب السوري، وهي في حقيقه الامر لا تمثل الا نفسها. اذا وضعت كل رهاناتها في تلك في سله هذه يعني المعارضه. كانت برأيك كانت رهانات خاطئة ام رهانات مدروسة؟ نعم، وحتى الاوروبيين اكتشفوا انها رهانات خاطئه وخاطئه جدا، لانه في لحظه من اللحظات توازن الصراع القائم في سوريا ما بين النظام وبين تلك المعارضات، اعتقد انه كان الميل الاوروبي باتجاه النظام وليس باتجاه المعارضه. طب اذا كانت الصوره بهذا الشكل، فلماذا هذه الدول من مجموعه اصدقاء سوريا او ما شابه ذلك من اصدقاء ومن دول ومن منظمات دوليه، لماذا يعني لا تعمل على قلب الطاوله وانتاج معارضات ودعم معارضات ليبراليه او ديمقراطيه في المجتمع السوري؟ نعم، هلا يعني ساقول شيئا. تفضل. الدول الاوروبيه هي او ما يسمى بالاتحاد، يعني الاتحاد الاوروبي بصوره عامه، في حقيقه الامر هو في اضعف حالاته في مسار الصراع القائم على سوريا، في اضعف حالاته. وهو حتى بالعمليه السياسيه الدوليه، في العلاقات الدوليه الان القائمه حاليا الان، في عمليه التجاذب والتنابز اللي تتم الان بين امريكا وروسيا، هو الطرف الاضعف.
وبالتالي حتى يعني قضية أنهم يستطيعون التأثير على مسارات حساسة في العالم، أنا لا أعتقد أن تأثيرهم يكون فعال، ولم يكن في يوم من الأيام فعال. أنا أتكلم عن مرحلة العشر سنوات الماضية. وبالتالي يعني أصدقاء سوريا لم يستطيعوا أن يقدموا لهم بما يخص الدول الأوروبية، لم يستطيعوا أن يقدموا فعلا دعما حقيقيا باتجاه ديمقراطية سوريا، أو على الأقل دعم القوى الديمقراطية داخل سوريا. هم حقيقة ارتهنوا بصورة عامة، ارتهنوا أو على الأقل يعني تقسموا ما بين كفتين. الكفة الأولى هي السياسة الأمريكية، والتي تنادي بكانت يعني كانت قاسية، وموقفها كان جذري أكثر تجاه النظام. والموقف الروسي والذي يعني كان داعما للنظام، أو على الأقل كان موقفا لينا ورخوا باتجاه النظام. إذا القوى الأوروبية بكل أسف لا تمتلك حتى هذه اللحظة أي فعالية واجبة ومؤثرة على الوضع السوري. يعني هذا من جهة، هذا من جهة، لكن دعني أكمل فقط دقيقة. الجهة الأخرى قضية البديل، يعني مسألة البديل الذي يعني استهزأ منه كثير من المثقفين وكثير من النخب السياسية. نعم، قضية البديل قضية في غاية الأهمية بالنسبة لأوروبا وبالنسبة لكل العالم. إلى الآن بكل أسف تم تدمير كل البدائل بما فيها. ونقول لماذا نتكلم عن قوى ديمقراطية ضعيفة؟ هي تم تدمير هذه القوى، ومن مصلحة أطراف متعددة. ولذلك أستاذ أكسم سألتك، يعني هل أنه تدمير هذه القوى والكمون الفكري والمجتمعي السوري والعقل الراجح الكبير الواعي الذي يستطيع أن يقدم مشاريع بديلة لهذه المشاريع الراديكالية والمتطرفة، يعني واحد بيفهم بيقول وكأن هناك يعني قوى استفادت وتقصدت بفعل ما قامت به، يعني وما وصل. نعم، هذا الأمر كان إلى حد كبير مقصود، يعني إضافة إلى فلنقل الوضع العام للقوى الديمقراطية أو للتيارات الديمقراطية أو المسار الديمقراطي في سوريا، وضعفه العام هو ضعيف بالأصل، لأن الدكتاتورية كانت موجهة عبر أكثر من 50 سنة تجاه تحطيم هذا التيار. الدكتاتورية السورية لم تكن في لحظة من اللحظات عدا 2000 عدا 1000 يعني المرحلة التي صار صدام مباشر ما بين السلطة الدكتاتورية وبين الإخوان المسلمين بفترة الثمانينات. عدا هذه الفترة كانت كل الطغمة الحاكمة والقمع الممارس كان يمارس ضد القوى الديمقراطية. إذن هي بالأساس قوى ضعيفة. الآن خلال هذه الفترة 10 سنوات تم إضعافها وتشتيتها بصورة أكبر بكثير وتمزيقها. يعني كان في فترة ما قبل الانتفاضة وقبل 2011 كانت القوى الديمقراطية في سوريا حقيقة تشكل إلى هذا الحد أو ذاك قيمة سياسية إلى حد كبير مسموعة، إلى حد كبير. لكن الآن لنشاهد، يعني كان هناك تجمع الوطني الديمقراطي على سبيل المثال، كنا نحن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، كان هناك لجان إحياء المجتمع المدني، كان هناك أحزاب، وهذه الأحزاب إلى حد، وكان هناك أحزاب لنختزل يعني هل سقوط الثورة ومآلاتها تعود إلى البنية المجتمعية للمعارضات السورية المختلفة وعدم قدرتها لحمل لواء المشروع الوطني الديمقراطي، أم أن تكالب المشاريع الإقليمية والدولية الضاغطة أيضا على الجغرافيا السورية وبالتقاطع مع أجندات النظام السوري هي التي أوصلت بنا وبالثورة السورية إلى هذه المواصيل؟ نعم، هي مجموعة عوامل، لكن دعني أنطلق من العامل الذاتي أولا، يعني ثم نرتقي لعامل الموضوع. العامل الذاتي بصورة عامة، المعارضة السورية ما قبل 2011 لم تكن مهيئة بالمعنى السياسي العميق للكلمة لتقود ثورة بكل أسف. يعني إذا بحثنا فعلا سوسيولوجيا وسياسيا
حول بنية تلك المعارضات كانت معارضات لا تمتلك بكل أسف لا تمتلك مقومات جوهرية ديمقراطية. لا يمكن أنا باعتقادي. يعني وهذا يعود الى الممارسات النظام الدكتاتوري طبعا نعم، كنتيجه. أنا أتكلم عن الجانب يعني كان المعارضات السورية بمجملها أو بغالبيتها فعلا كانت معارضات شوفينية بكل أسف، يعني لم تكن معارضات ديمقراطية. والانطلاق من شحنات شوفينية باتجاه قيادة ثورة بهذا المستوى وبهذا الزخم، أنا أعتقد أن كان الموضوع، كانت الثورة أكبر بكثير من أن تقودها تلك المعارضات. نعم، هناك عامل موضوعي أيضا، يعني عامل النظام وقمع النظام وتشتيته وملاحقة النشطاء وملاحقة الأحزاب وتمزيقها وتفتيتها والضغط باتجاه انشقاقات مستمرة في تلك الأحزاب، أيضا قد فعل فعله. أيضا الآن انتقلنا إلى مرحلة 2011، انتقلت الأزمة إلى مستوى إقليمي ومستوى دولي، والتي أيضا يعني قامت تلك الدول الإقليمية أو الدولية أيضا بكثير من النشاطات التي تحرم تلك المعارضات من أن تتطور باتجاه ديمقراطي فعال. نعم. كيف استطاع النظام الالتقاء على او الوقوف على نقطة التقاطعات في المصالح والاستراتيجية مع الدول الكبيرة، الدول الإقليمية أو دول يعني ذات الشأن؟ هلا النظام السوري بصورة عامة من 50 سنة، من 1000 أو 970 حتى هذه اللحظة، هو نظام نطوطة، يعني ينط على الحبال، وبالتالي هو يستفيد فعلا من حالات التناقض. يعني حالات التناقض، خلينا نقول الأحداث الصغيرة الجزئية، يعني هناك خلاف بين دولتين تراه يلعب على هذا الخلاف حتى لو كان هذا الخلاف عابرا. إذا هذا النظام فعلا يمتلك خبرات سياسية بغاية الأهمية في مسألة اللعب على الحبال، وأنا أعتقد أنه مارسها بصورة جيدة جدا حتى هذه اللحظة. الآن دعنا نشاهد النظام ليس لديه أي مانع، لا وطني ولا غير وطني، وكل الشعارات التي يرفعها من مقاومة وممانعة مستعد أن يدوسها فيما إذا كان هذا الأمر يساعده على الاستمرار. هذا النظام، هذه سياسة النظام وهذا جوهره. إذا يعني هو نظام براغماتي إلى حدود الانتهازية، بل قفز عن الانتهازية بكثير وتجاوز. أستاذ أكسم، هناك من يقول بأن تسليح الثورة السورية واستدامة الحرب عسكريا والذبح الوريدي من قبل النظام والمعارضة سويا، فهنا خسرت المعارضة السورية عمقها الشعبي والجماهيري كخزان استراتيجي. وبين هذين الطرفين الراديكاليين النظام والمعارضة، خسرت أيضا التيارات والمعارضات الديمقراطية والليبرالية السورية أيضا وجودها ومكانتها في قيادتها للأحداث، أي أن مشاريع النظام والإخوان المسلمين في قيادتها للأحداث كانا مشروعين يكملان بعضهما البعض في إدارة الحرب والمعركة، وكان مشروعين لهما هدف واحد: تقويض المشاريع الديمقراطية. كيف تعلق؟ يعني تأكيدا لكلامك. نعم، كلام صحيح. أنا أعتقد أنه المشروع القومي بصفة عامة، يعني القومي العروبي الشوفيني والمشروع الإسلاموي أيضا، هما قيد السقوط، يعني هم في نهاياتهم التاريخية. وبالتالي هذه المشاريع وهي تحتضر الحقيقة، يعني تستخدم كل الوسائل أيا كانت همجيتها من أجل البقاء والاستمرار. وأنا أعتقد هذا ما حصل بالنسبة للنظام، وهذا ما يحصل بالنسبة للطرف الآخر الذي سلح الثورة وقام أيضا بالذبح والقتل أيضا بصورة همجية. وكما ذكرت أيضا من جانب النظام، هم يدافعان عن آخر خطوطهم الدفاعية. هذا اعتقادي كمشاريع، أنا أتكلم كمشاريع استراتيجية للمنطقة، هما قيد السقوط الآن، وبالتالي كانت همجيتهما
في أعلى مستوى لها. نعم أنا طب معك في هذا. استاذ اكسم، يعني بعد كل هذا الخراب والدمار الشامل والكلي، من الذي يتحمل المسؤوليه اذا اردنا نحن كسوريين الجلوس امام مرآة الحقيقه السياسيه؟ يعني يعني نحن تكلمنا عن النظام وعن المعارضات المختلفه والشوفينيه والعروبويه وايضا النظام الدكتاتوري بشتى او بكل الاساليب، يعني كملوا بعضهم لتدمير البنى الفكريه والثقافيه والمشاريع الديمقراطيه في سوريا. ايضا يعني هناك من يقول بان التيارات الديمقراطيه ايضا لها نصيب في تحمل المسؤوليه التاريخيه يعني. نعم هلا حددت المسؤولية. أعتقد المسؤولية هي يعني تحملها النظام والحركات الإسلامية المسلحة والحركات الإسلامية المتطرفة، وأيضا يتحملها الدول الإقليمية لها غايات ومطامع سياسية يعني في سوريا أو في المنطقة يعني، وتحلم بإيجاد نفوذ، توسيع نفوذها في المنطقة. أيضا على المستوى الدولي أيضا هناك دول كبرى أيضا ساهمت في هذا الأمر. هلا بالنسبة لمسؤولية القوى الديمقراطية، في الحقيقة هي تتحمل مسؤولية من جانب أنها إلى الآن لا تمتلك إرادة التوحد. يعني بكل أسف يعني الآن هناك فسحة من الزمن، زمن الضائع الآن. يعني الآن الحرب في أرمينيا وأذربيجان، أيضا الوضع، الانتخابات الأمريكية إلى آخره. إذن الوضع العام بصورة عامة في حالة سكون. المسألة السورية الآن هي موضوعها على الرف إلى حد ما، لا أقول يعني بصورة نهائية، لكن الحل السوري مؤجل له. وأنا أعتقد أن هذه فرصة لا تعوض للقوى الوطنية الديمقراطية في أن تتوحد وأن تشكل فعلا حالة أو مجموعة حالات تساهم بصورة يعني فاعلة في العملية السياسية. هذا يعني بهذا المعنى حقيقة يعني تتحمل القوى الديمقراطية المتناصرة والمبعثرة مسؤوليتها، رغم أنه هناك نداءات من قبل هذه واستغاثات من قبل هذه القوى الآن نراها هنا وهناك وفي أماكن متعددة. لكن بكل أسف يعني يعني نرى النداءات لكن لا نرى أفعال. نسمع أصوات ولا يعني نرى أفعال. ألا نستطيع أن نقول أستاذ أكسب بأن جل المشاريع الموجودة على الساحة السياسية السورية من اليمين إلى اليسار لا ترتقي إلى المستوى المطلوب شعبيا ومجتمعيا وإنسانيا، بما نعم فيها نعم إلى إلى التيارات الديمقراطية والليبرالية. نعم إلى حد كبير. لكن التيارات أقول يعني أعيد القول مرة أخرى وأؤكد أنه الآن نلاحظ جميعنا أن جميع القوى الديمقراطية تنادي بمؤتمر ديمقراطي عام، وتنادي أيضا فيما بعد بمؤتمر وطني عام على الأقل يحل المشكلة السورية ويجعل القرار السوري قرارا مستقلا إلى آخره. وهذا الطرح في غاية الأهمية. لكن الآن يعني نريد، هناك إجماع بالقول، نريد ولو خطوة عملية واحدة بهذا الاتجاه. يعني هذه مسألة في غاية الأهمية. أنا أعتقد أنه من الضروري إيجاد حالة مركزية أو نواة مركزية أولى تطلق يعني هذا النداء أو تطلق هذا المشروع وتحاول أن تمحور حولها تلك القوى المتشرذمة يعني والمتناسقة. ربما يعني تفعل الإرادة السياسية لديها وتفعل أيضا تعيد الوعي. هي مسألة في غاية الأهمية، تعيد الوعي لتلك القوى وشخصيات الوطن والديمقراطية. طب لعل وعسى. بهيك حاله مو لازم انه هالتيارات الوطنيه الليبراليه الديمقراطيه اللي حضرتك عم تتكلم عنها، مو لازم اول شيء تبحث عن عمق استراتيجي كعمق شعبي كعمق مجتمعي داخل المجتمع السوري؟ يعني عم نشوف على الخارطه السوريه كل اماره كل جمهوريه كل طرف كل محافظه صايره اماره لحال، يعني النظام او حتى تركيا داخله، روسيا على الارض، امريكان على الارض، يعني شرق الفرات، الشام، اللاذقيه، يعني كل اماره كل محافظه صايره جمهوريه لحال.
يعني هالتيارات الليبراليه الديمقراطيه راح تشوف قدامها يعني سد منيع لتشكيل يعني ما تصبو اليه. لا مو بس تفضلت في حضرتك، انما ايضا يعني سوريا عم تتحول شوي اذا بقيت الامور هكذا، يعني ربما تتحول يعني في السنوات القادمه الى خزان لتصدير المرتزقه، وهي ادنى يعني خلينا نقول هي ادنى مستويات الرقاعه السياسيه ان تتحول. وللاسف عم نشوف بوادر هالشيء. نعم، يعني الان بدات المساله يعني في ليبيا، ومن ثم في الان في اذربيجان، وربما أنا بالمستقبل لا ندري كيف تتطور وتصاعد الامور. نعم، انا اعتقد انه فيما اذا استمرت الامور، لكن دعني اقول انه قضيه الديمقراطيه في سوريا هي قضيه لا ليس لها، يعني هي ابعد وارقى من الاستقطابات القائمه حاليا. هذه الاستقطابات القائمه حاليا او التجاذبات او التباغض الاجتماعي القائم حاليا في سوريا، انا اعتقد انه يمكن ان ينكفئ. هو تباغض حقيقه عابر، ومحمول ايضا محمول على خطاب الكراهيه الذي يبثه يعني انت تعلم، يعني هناك يتم بثه بصوره مقصوده ومدعوم ماديا من قبل دول اقليميه وربما دول طب استاذ اكثر. اكرم، يعني سؤال يطرح نفسه، لماذا يعني لا تتلقى هذه التيارات الديمقراطيه والليبراليه السوريه الدعم الكامل او الدعم المطلوب من القوى الديمقراطيه العالميه ومن الدول الغربيه التي يعني تتغنى بمبادئ حقوق الانسان؟ يعني هل هي تنتظر ترتيبات سياسيه وجغرافيه معينه ما في الشرق الاوسط؟ فلماذا لا تدعم القوى الديمقراطيه الليبراليه بشكل عام وخاصه في سوريا؟ يعني ممكن نفهم بانه قد تجوز يعني هالدول عم تستنى ترتيبات سياسيه معينه، مثلا السلام العربي الاسرائيلي داخل على الخط ايضا. نعم، نعم، يعني يعني منطقه الشرق الاوسط هي قلب العالم، يعني هي منطقه النفط ومنطقه الطاقه، وهي الممر ما بين اسيا واوروبا وافريقيا. إذا هي منطقة جدا حيوية وجدا، بالتالي يعني التنافس عليها وعلى ثرواتها وأيضا موقعها الاستراتيجي هو التنافس قوي جدا، وتجاذب لا أعتقد أنه يمكن أن يحل، يعني يمكن أن يحل بقضية تراضي يعني فيما بين القوى. هو في غاية التعقيد، وأيضا موجود. فلنقل أن المسألة السورية التي هي جزء في قلب هذه، يعني في قلب هذه المنطقة، موضوعة على ميزان من ذهب، بمعنى أنه الحساسية تجاه النظر إلى المسألة السورية يتوقف على ميلي جرام واحد. إذا هو يعني أريد الإشارة بميزان ذهب إلى مدى حساسية التعاطي مع المسألة السورية من قبل الدول الكبرى. هناك حساسية عالية جدا ومعقدة جدا، وهناك أيضا لكن دعني أقول الآن، يعني إذا كانت أوروبا فعلا لديها برنامج ديمقراطي في سوريا، وهي ربما تنتظر فعلا يعني بعض التعديلات القائمة، التعديلات الضرورية التي تراها ضرورية في العلاقات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها العلاقات العربية الإسرائيلية، وأنا أعتقد أن هذه المسألة هي يعني في غاية الأهمية. لكن دعنا نقول أنها تنتظر إذا تغيير هذه العلاقات باتجاه التي تراها هي مناسبا لها. لكن الآن يعني ما هي القوة التي يمكن للدول الأوروبية أن تساندها من قوى الدموكراسية؟ أنت قل لي يا أخي قوة من هذه القوى. صح صح. يعني طيب ما لم تجمع هذه القوى وتفرض نفسها سواء في الداخل أم في الخارج، لا أعتقد أن دولة أوروبية يمكن أن تجازف أو تراهن على مجموعات، يعني ما تأخذني يعني في النهاية لا تشكل إلا مجموعات بسيطة غير مؤثرة وغير غير فعالة. مؤثره. نعم. طب استاذ اكسم، انتم كمدير لمركز الشام للدراسات الديمقراطيه وايضا منسق لجان الديمقراطيه السوريه امارجي، برايكم وانتم تحملون من المشاريع ومن الفكر ما هو ديمقراطي وجميل ولائق
لشعوبنا السورية. ما هي رؤيتكم السياسية للمستقبل السوري الشامل؟ يعني أن تكون سوريا لكل أبنائها ولكل قومياتها وأعراقها ومذاهبها وطوائفها. تفضل. يعني كمبدأ، من حيث المبدأ الذي لا يمكن المساومة عليه، لا يمكن لسوريا المستقبل أن تكون سوريا معاصرة وحضارية، سوريا ديمقراطية، ما لم تجمع جميع أبنائها بصورة متساوية. والمقصود بأبنائها هي ليس فقط الأفراد، وإنما أيضا الجماعات. هناك شعوب في سوريا، يجب أن نعترف بهذه الحقيقة. هناك شعوب في سوريا، منها الشعب العربي ومنها الشعب الكردي والتركماني والآشوري والسرياني، هؤلاء جميعا لديهم متطلبات ولديهم احتياجات جماعية وليست فردية. المواطنة تحل المشكلات الفردية، لكن هناك أيضا متطلبات وطموحات جماعية. ويجب، أعتقد يجب وبصورة أساسية وضرورية أن تكون سوريا حاضنة ديمقراطية وعادلة لجميع هؤلاء الشعوب ولجميع طموحاتهم واحتياجاتهم بصورة متساوية وندية. أستاذ أكثم، بدون القفز يعني على الكلمات، يعني هل مبدأ المواطنة الصالحة التي تتكلم عنها والموجودة في كتب حقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات الحقوقية، هل أن مبدأ المواطنة الكلية تستطيع أن يعني تجد حلا سحريا شاملا للصراعات القومية، للصراعات العرقية؟ يبدو أني وصلت الفكرة غلط. أنا قلت أن مبدأ المواطنة لا يحل، مبدأ المواطنة الفردية لا تحل إشكالات هي أكبر بكثير من قضية مساواة مواطن مع مواطن. بالضبط. هناك احتياجات لشعوب، هناك احتياجات لجماعات كمجموعة بشرية. نعم، كمجموعة بشرية. وهذا أقرها أيضا، يعني أقرتها يعني في في مؤتمر فينيسيا، على هامش مؤتمر فينيسيا 1993 كان هناك يعني مؤتمر خاص بحقوق الجماعات وليس بحقوق الأفراد فقط. مبدأ المواطنة يحل مشكلات الفرد، يضع مجتمعا عادلا بين الأفراد، لكنه لا يصنع مجتمعا عادلا بين الجماعات، بين المكونات الوطنية. وبالتالي أنا أعتقد أن سوريا يجب أن تكون حاضنة ليس فقط لأفرادها كأفرادها، وإنما يعني أيضا حاضنة للجماعات. امامنا الكثير من التجارب يعني والامثله، يعني مثلا قضيه الباسك باسبانيا، على مبدا المواطنه لا زالت الصراعات بين الاسبان وبين الباسك. نعم مثلا نعم 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 نعم. الاسكتلندي هذه التجارب، الفلمان ببلجيكا بين الفرنسيين والفلمان، يعني في صراعات. ليس مبدا المواطنه هو حل سحري لا ليس حل، لا. ولا بل أيضا أرى أن الإمعان فيه، التمسك فيه، هو يوازي فعلا إلى حد كبير التمسك بإيديولوجيا أن الجميع عرب. يعني عندما نقول أن الجميع مواطنون، أنا أعتقد أنها محمولة على ذات الشحنة الإيديولوجية التي كانت محمولة عليها الفكرة الشوفينية أن الجميع عرب في سوريا، هي ذاتها، فيما إذا يعني تم التمسك بها بصورة متزمتة. إذا سوريا القادمة هي سوريا لجميع أبنائها، لجميع مكوناتها، وجميع هذه المكونات هي التي يجب أن تقرر مصير سوريا. وسوريا نعم هي شعب سوري واحد، لكنه أيضا هو بالهوية الثانية كهوية عليا. نحن سوريين كهوية عليا، لكن لدينا هويات أخرى. أنا سوري كردي، أنا سوري آشوري، أنا سوري إلى آخره، تركماني إلى آخره. هذه سوريا الجديدة. لقد كتبت بهذا الصدد الكثير والكثير من المقالات. لنرجع إلى بعض مقالاتك وإلى بعض والغوص في بعض أفكارك. يكتب الأستاذ أكثم نعيسة في الجمهورية السورية ويقول بأن سوريا اسم قديم جاء على يد الإسكندر المقدوني 330 سنة قبل الميلاد تقريبا باسم إله الشمس الهندي سوريا.
كما جاء في وول ديوراند تاريخ الحضارة، وفيليب حتي ووديع بشور في تاريخ سوريا القديم. ماذا تريد أن تقول يعني ضمن هذه العبارة أستاذ أكسم نعيسى؟ هل هناك صياغة تاريخية جديدة للأفق السياسي عند حضرتك؟ نعم، أنا أعتقد أن سوريا لن تعود كما كانت، لن تعود دولة مركزية واحدة. لقد فشلت الدولة المركزية في منطقة الشرق الأوسط، وبالعكس الدولة المركزية في هذه المنطقة أدت إلى تدمير كل الإبداعات والطاقات، وأدت أيضا لدى شعوب المنطقة واحد، اثنين أدت إلى مظالم لا نهاية لها، ثلاثة أدت إلى صعود ديكتاتوريات، وإلى صعود أيضا ديكتاتوريات شوفينية وفاشية، سواء كانت علمانية أم كانت عفوا كانت قومية أم كانت إسلامية. كل هذه بكل أسف هذه سوريا المركزية. الآن نحن فيما إذا كنا نريد لسوريا أن تكون بلاد الشمس فعلا، يجب أن تكون سوريا لا مركزية. هذه المسألة أنا أعتقد يجب أن يعني هي مبدأ لا يمكن يا ريت توضح اكثر يعني شكل هذه اللامركزيه. هناك من يدعي بان اللامركزيه جغرافيه، وهناك من يقول بان اللامركزيه عرقيه او طائفيه او مذهبيه. يعني هناك لكل بحسب رؤيته السياسيه. انت حضرتك حقوقي وسياسي ومعارض وتحمل من الافكار الديمقراطيه والليبراليه بشكلها الواضح. يعني يا ريت توضح هي اللامركزيه، يعني خاصه اذا دخلنا كثير في عالم اللامركزيه. ممكن نحكي اكثر شيء عن اللامركزيه السياسيه، ممكن يعني كحاله كبيره بين السوريين. تفضل. نعم، أنا يعني أولا أن نقول لا مركزية إدارية هذا كلام ليس له قيمة. يعني قضية اللامركزية يعني لا أريد التنبؤ، أنا لا أستطيع أن أتنبأ بما يريده الشعب السوري بعد أعوام، ما بعرف. لكن من حيث المبدأ أنا أقول أن سوريا لا يمكن أن تكون بعد الآن دولة مركزية. هذا ما أستطيع قوله. ربما يعني إذا قلت لي بالمعنى الشخصي أيهما أفضل، أنا أفضل دولة فيدرالية. سوريا أن تكون دولة فيدرالية ببساطة، مبنية على فيدراليات سياسية، وليست على أي يعني على أي قواعد أخرى طائفية أو مذهبية أو عرقية أو إثنية أو غير ذلك. قائمة على الحقوق والواجبات. نعم، هي قائمة على الحقوق والواجبات، وقائمة على شرع حقوق الإنسان بكل منظومة حقوق الإنسان بدون استثناء. طب استاذ اكسم، يعني في هذه الحاله نحن رح نصطدم كثير ببعض الفلسفات والتابوهات والصور الجامده، يعني خاصه الثقافه العربويه والثقافه المقيته والثقافه الاسلامويه، وفي كتب التاريخ المزور وفي الكتب المدرسيه. يعني هالجيل اللي طالع جيل السبعينات والثمانينات والتسعينات، يعني كلهم شربوا من هذا المنهل، يعني من هذه المدرسه الشوفينيه العربويه. يعني كيف ممكن تسقط هالاسقاطات الفكريه الثقافيه الان اللي حضرتك عم تتكلم عنها على ارض الواقع وعلى الطاوله، على طاوله السياسه في سوريا؟ هلا يعني ربما يعني اجد الطرح متشائما بعض الشيء. الان قضيه اللامركزيه تجد صدى حقيقي لدى يعني لا ايضا يعني دعنا نقول في ارض الواقع الان سوريا مقسمه. الان سوريا مقسمه، يعني لا توجد سوريا موحده الان. ما الان واحده من مهام نضالاتنا ان نوحد سوريا، ان نحررها من الاحتلال التركي مثلا. ايضا يعني هناك ايراني، هناك روسي، هناك امريكي، هناك ما بقي حدا الا دخل لسوريا واخذ منطقه نفوذ بكل اسف. اذا يعني مهمتنا نحرر سوريا لنا. لكن انا اعتقد انه فكره اللامركزيه موجوده، وبدات حقيقه هذه الفكره تنتشر، وتنتشر باوساط الشباب تحديدا، يعني وليس باوساط هاي نقطه. النقطه الثانيه الوقائع السياسية القادمة والقائمة حاليا ستفرض ذاتها بالنهاية، وستفرض منطقها. وهذه الوقائع تقول أن سوريا لا يمكن أن تكون دولة مركزية مبنية على عرق، بمعنى أن سوريا عربية أو سوريا
التركمانية أو سوريا مع الكردية أو طب سوريا. استاذ اكسم، سوريا هي هذه للجميع. الفيدراليه يعني هل الفيدراليه اللي حضرتك تكلمت عنها، خاصه الفيدراليه أنا أقول السياسيه؟ عفوا، الفدرالية هذا رأيي الشخصي. بالضبط يعني أنا بالضبط. ونحن رأيي الشخصي. نناقش ونحن نناقش في رايك، في صلب رايك. الفيدراليه كمنطلق فكري الا تحتاج الى اعمده والى دراسات والى القيام بمشاريع والى دعم من الخارج والداخل؟ هلا يعني في شيء اسمه، أنا برأيي من وجهة نظري إنه هذه الدراسات وهذه الوقائع ممكن أن تتم. ممكن هذه المسألة ليست يعني ليست المسألة الجوهرية والصعبة والمستحيلة. لكن بداية يجب أن تكون هناك الحوامل السياسية لهذه الفكرة. هناك حوامل يجب أن تبدأ، يعني يجب أن تنطلق حوامل سياسية أو تنشأ حوامل سياسية لهذه الفكرة مثل بالدرجة. شو مثل شو يعني مثلا؟ أنا قلت يعني سبق وقلنا وطرحنا حتى كلجان ديمقراطية مسألة أن تتوحد القوى الديمقراطية. يعني وحدة القوى الديمقراطية أنا أعتقد أنها يعني خطوة نحو الأمام باتجاه الدولة اللامركزية. لا يمكن لقوة ديمقراطية أن تقول أن سوريا القادمة هي دولة مركزية. لا يمكن. لا أعتقد أنه هناك قوة ديمقراطية حقيقية بكل معنى الكلمة. طب أنت استاذ سوريا القادمة والله سوريا عربية، عم نشوف سوريا جمهورية تخوف، يعني عربية. عم نشوف تخوف بالاقتراب من هكذا مفاهيم، يعني خاصة التيارات الليبرالية ما فيها تعبر عن مكنوناتها وعن مطالبها، يعني خاصة لربما أنت من الأشخاص الجريئين اللي تتكلم بهذا الصدد. نعم. هلا ربما يعني إلى الآن المد القومي لا يزال هو المد الإسلامي، يعني لا يزال هو المسيطر. ليش مسيطر؟ الآن حالة الصراع القائمة ذاتها هي خلقت زخم قوي جدا على المستوى القومي وعلى المستوى الإسلامي. زخم جدا قوي وله تأثيره الفعال في الحواضن الاجتماعية. لكن أنا أعتقد أنه وقف الصراع وإيجاد حلول جزئية حتى لهذا الصراع، أنا ستنكفئ هذا الوعي الذي أعتقده لحد كبير هو وعي عابر وليس وعيا متجذرا. وبالتالي يعني يفسح سيساهم. المجال. نعم، يفسح المجال للوعي الديمقراطي القادم. أنا أعتقد ذلك. اوكي استاذ اكثم، لقد كتبت ايضا في يعني باحدى كتاباتك تقول بان سوريا وجدت فيها شعوب مختلفه كالكرد والاشوريين والكلدان واكاد والتركمان وبعدهم الشركس والارمن، اضافه الى بعض القبائل العربيه وغيرهم من شعوب اخرى كثيره واديان مختلفه، سادت فيها الثقافات لا تعد ولا تحصى. لقد كانت سوريا خزانا رائعا للحضارات والمعارف والثقافات، وانتجت كثيرا من الفلاسفه والمفكرين وفي جميع العصور الذين ساهموا فكريا وفلسفيا وسياسيا في بناء الانسان السوري. بالضبط. طيب استاذ اكسم، راح هي من احدى يعني مقتطف من احدى مقالاتك هنا: كيف نستطيع نحن كسوريين الاستفاده من صفحات التاريخ الجميل كحاله في حاله تعايشيه، وأن نعترف بهذه الحقيقة الغائبة؟ يعني مثل ما تفضلت هناك عقل إسلاموي، عقل عروبوي لا زال مسيطر على مفاتن العقل المعارضي من طرف ومن جانب النظام أيضا. كيف رح نعترف بهالحقيقة الغائبة، الحقيقة التاريخية لوجود هذا الكم الهائل وهذه الحقيقة التاريخية للشعوب والمذاهب والأديان، حقيقة مغيبة؟ وقلت أيضا بأن سوريا هي ليست الجمهورية العربية السورية، فالتاريخ والجغرافيا والحضارة تتكلم هنا من أوسع أبوابها. ما تعليقكم؟ تفضل. يعني أنا أريد أن أؤكد ما قلته فعلا. يعني سوريا في الماضي وإلى عهد قريب، يعني قبل عهود الاستعمار العثماني وما بعده، سوريا هيك كانت. يعني سوريا كانت حقيقة مهد الحضارات، وكانت حاضنة لجميع الحضارات وجميع الشعوب. يعني نريد أن نعود يعني هناك قطع تاريخي جرى بعد الاحتلال العثماني لسوريا وحتى قبله، لا نريد الحديث يعني في تفاصيل أكثر. لكن هناك غزوات على سوريا قطعت هذا السياق التاريخي الحضاري لها.
الآن نحن نريد العودة والتواصل مع تاريخنا القديم، هذا التاريخ الذي كان سوريا فيه هي جغرافيا لجميع شعوبها، وهذه الشعوب هي التي صنعت سوريا، صنعت حضارة سوريا. نريد التواصل معهم، نريد أن نقيم قناة ما بين الحاضر وبين ذاك الماضي، ونريد أيضا أن نتجاوز تلك المرحلة التي قطع فيها الغزاة تاريخنا وسياقاتنا الحضارية الرائعة والجميلة، وأن نعود فعلا شعوبا تحمل على يعني بين أيديها وعلى راحة أيديها وراحة أكتافها سوريا الجديدة. نعم، أنا هذا ما قلته، هذا ما أؤكده دائما. وفي كلام آخر يقول الأستاذ أكسم نعيسى أيضا بأنه وحتى حين جاءوا العرب المسلمون إلى سوريا وغزوها فلم يستطيعوا تغيير ديموغرافيتها الإثنية والثقافية بصورة عميقة رغم كل ما بذل من ممارسات وجهود وقمع وملاحقة لإذابة خصوصية أقوامها وثقافاتها ومعارفها في بوتقة الإسلام دينا ودنيا. إلى ماذا يرمي الأستاذ أكسم نعيسى هنا وفي هذه الإضاءة التاريخية أستاذ أكسم؟ هل تريد أن تقول بأن الإسلام هو جزء من الأجزاء التي أوصلتنا إلى هذه الدرجة؟ هلا بكل أسف، يعني بكل أسف الإسلام كدين، كحالة سياسية، لا أتكلم عن الدين، لا أتكلم عن الدين الإسلامي. الدين الإسلامي هو الدين في النهاية كواحد من الأديان السماوية ودين روحاني، وله يعني الدين المسلم له علاقة بربه وليس له علاقة بالدنيا. أنا أتكلم إذن عن الجانب الدنيوي للإسلام. طبعا. بكل أسف نعم، ساهم هذا الجانب بقطع سياقنا الحضاري، بقطع أيضا تطورنا الحضاري الذي كان قائما ما قبله. نحن يعني ما قبل الإسلام، ما قبل هذا الغزو، ليس الغزو يعني إسلامي فقط، هناك غزو عربي أيضا. يعني بكل أسف العرب لم يعودوا إلى مناطقهم، يعني كما يحاول العروبيون أن يصوروا لنا بأن العرب عادوا إلى مناطقهم وإلى بلادهم. لا يا أخي، هذه البلاد لم تكن عربية في يوم من الأيام، ما كانت عربية. كان هناك قبائل عربية، نعم، كان هناك شعب عربي يقيم علاقات من التناغم مع شعوب أخرى موجودة، وهذه الشعوب العربية وغيرها هي التي أقامت حضارة سوريا. وتجارة الرسول محمد كان يعني أكبر دليل بين هذه الشعوب، بين الشام والجزيرة وبلاد نعم الكرد نعم وبلاد نعم فارس. نعم، يعني نعم، يعني كان يعني هذه الحضارة كانت حقيقة في تواصل محترم وندي مع جميع الحضارات الأخرى. كانت مع العرب في الجزيرة العربية، وكانت مع أيضا مع يعني في مرحلة من المراحل مع اليونان، مع الرومان، مع المناطق أخرى في المنطقة الشرقية، مع المصريين، إلى آخره. كانت تقيم علاقات ندية وعلاقات في منتهى التناغم. لكن فجأة في سياق ما تاريخي ما حصل قطع، وهذا القطع قام فيه الغزاة، طلعوا في ربما لأطماع متعددة لا ندري. لكن القول بأن العرب رجعوا إلى مناطقهم هذا قول متهتك، لا ينفع. يعني قول حقيقة يعني لا هو حق وهو باطل كليا. نحن شعوب سورية، من هذه الشعوب هناك شعب عربي، نعم، كان هناك قبائل عربية، كانت مسيحية بعضها وجاهلية بعضها كما يسمى في الإسلام، وأيضا كانت هناك شعوب لها طقوسها ودياناتها ولغتها وحضارتها، وأيضا لا يعني لها تقاليدها إلى آخره. كل هذه كانت تشكل سوريا. نعم. وفي الأخير ابتلينا بهذه الأحزاب الراديكالية والمتطرفة القومية. طيب يعني هذا يعني بكل أسف يعني هذه الأحزاب هي، أنا اعتقادي هي في النهاية تاريخيا هي أحزاب عابرة. وكما ذكرت وأؤكد مرة أخرى أن المشروع القومي الشوفيني العروبي هو ساقط تاريخيا، هو في نهاية
كما أيضا المشروع الإسلاموي الراديكالي المتطرف الهمجي هو في نهاياته. لذلك السنوات القادمة ستكون، وحتى السنوات التي مضت، ستكون صعبة، وهناك معاناة حقيقية للشعب السوري قبل الخلاص من هذين المشروعين. بالضبط. تمام استاذ اكسم. راح ندخل هلا في محور اخر، محور القضيه الكرديه. مثلما قسم الشعب العربي الى امارات ودول ومقاطعات عبر اقلام سايكس بيكو، لقد قسمت ايضا ارض كردستان والشعب الكردي الى تكتلات وجغرافيات متناثره. بل لا، الوضع الكردي ايضا كان اشد وطأة، لانه حرم من بناء وكيان الدوله القطريه أسوة، أو إذا ما قارناهم بإخوانهم العرب. هناك سؤال من الأستاذ والسياسي الكردي محمد بانجو يقول: هل يؤمن الأستاذ أكسم نعيسى الحامل لمشروعه الإنساني والديمقراطي الجميل، هل يؤمن بوجود أرض للشعب الكردي في سوريا بغض النظر عن كبرها أو صغرها؟ مع التحيات. تفضل. تاريخيا معروف يعني المنطقة الكردية التي يعيش فيها الأكراد، منطقتهم التاريخ، والتي قسمت في سايكس بيكو بين 4 دول. يعني هذه مسألة لا أعتقد أنه حتى العروبيين باتوا الآن يعني لحد كبير يعني يخجلون من التعنت في مناقشتها أو في مواجهتها. لذلك يعني نعم، يعني هناك قضية كردية، وقضية كردية في غاية الأهمية. أنا أعتقد ليس ليس من جانبها التاريخي والقومي فقط كقضية قومية، لكن أيضا في جانبها الآخر على مستقبل المنطقة بذاته، مستقبل منطقة الشرق الأوسط بأكملها. يعني فيما إذا لم تستطع هذه الشعوب، أتكلم عن شعوب المنطقة، أن تعطي للأكراد حقوقهم، أنا أعتقد إلى حد كبير أن هذه المنطقة ستبقى مشتعلة بالحروب. لا يوجد سلام واستقرار نهائي ما لم، وأتكلم بصورة خاصة عن الشعب الكردي، ما يعطى للشعب الكردي حقوقه، هذه المنطقة ستبقى قلقة ومشتعلة ويعني غير مستقرة. حول مبدأك واعتمادك على الإنسان وحقوقه أستاذ أكسم، الحركة القومية الكردية وبالرغم من اختلاف برامجها وتعاقب السلطات الدكتاتورية والشمولية على الحكمدارية السورية، ألا أن هذه الحركة الكردية أخذت المفاهيم والعناوين الليبرالية والديمقراطية عبر تاريخها نبراسا لها، ولم تنجر إلى تبني التطرف والسلاح. واستطاعت هذه الحركة الكردية أيضا أن تحافظ على الحدود الدنيا من التفاعل مع الذات، وبقيت هذه الحركة أيضا ملجأ ومساحة احتضانية كبيرة لكل معارض سوري ديمقراطي. فكلما ضاق بهذا المعارض السوري زرعا، كلما لجأ إلى أخوته الكرد وإلى عمقه الاستراتيجي الديمقراطي والذي هو حضن الشعب الكردي. كيف تعلقون على هذه المفصل أو هذه التعريفة للحركة الكردية والاعتماد في المستقبل السوري على هذه الحركة وعلى ثقافات ونتاجات هذه الحركة الكردية، والتي بقيت طي النسيان وطي الكتمان بالرغم من الضغوطات التي مورست من قبل السلطات الدكتاتورية عليها، ولكن تبقى الحركة الكردية السورية كحركة وكمساحة ديمقراطية يمكننا الاعتماد عليها في بناء سوريا المستقبل. تفضل. نعم، يعني لا، أنا أتكلم أيضا وجهة نظر شخصية لي. القضية الكردية هي قضية أولا ديمقراطية بالدرجة الأولى، وأيضا وأتكلم عن تحديدا قضية أكراد سوريا. والقضية الكردية أيضا هي قضية ليست فقط ديمقراطية، وإنما أيضا بعيدة عن أمرين في غاية الأهمية: بعيدة عن الشوفينية القومية، بعيدة عن أيضا التطرف الديني. بهذا المعنى هي تمثل رأس حربة حقيقية باتجاه القضية الديمقراطية، وأيضا انتصار قضية الديمقراطية في سوريا. وبهذا المعنى أيضا أنا أعتقد أنه على القوى الديمقراطية، أنا تكلمت قبل قليل عن مركز استقطابي القوى الديمقراطية. أنا أعتقد أنه فيما إذا بنى
بنت القوى السياسية الكردية، بنت مفاهيم الديمقراطية ومفاهيم قضيتها على أرضية وطنية سورية. أنا أعتقد أنها يمكن وبصورة يعني عالية جدا، يعني وبنسبة عالية جدا، أن تشكل الركيزة الأساسية لتحرر سوريا الديمقراطي الوطني الديمقراطي، ولإيجاد أيضا أهم من ذلك، لإيجاد مفهوم وطني جديد لسوريا. الآن نحن فقدنا بوصلتنا الوطنية، ما يسمى بالمفهوم الوطني لسوريا سقط، انتهى، تهتك، ويعني لم يبقى له أثر. الآن أنا أعتقد أن الحامل الأساسي الآن وحتى حد كبير هو القوى الكردية. لذلك نحن ندعم قضية توحد هذه القوى، أن تتوحد من جهة، هذه مسألة في غاية الأهمية، على رؤى مستقبلية مبنية على أسس ديمقراطية وطنية سورية أيضا. النقطة الثانية أن تتحول هذه القوى من قوى كردية تقول أنها كردية إلى قوى وطنية سورية، أن تحمل الهم الوطني السوري. لا بدون يمكن. بدون ان تتخلى عن خصوصيتها نعم 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 نعم, كثقافه. نعم. يعني أريد أن أتابع. لا يمكن، لا يمكن باعتقادي، وأيضا إلى حد كبير، أن تتحقق قضية الديمقراطية في سوريا ما لم يكن الأكراد والشعب الكردي، الشعب الكردي يقول، الشعب الكردي له دورا فاعلا في ذلك. من الطرف الثاني لا يمكن لأكراد سوريا أن يصلوا إلى مبتغاهم وإلى حقوقهم ما لم يتمسكوا أيضا بالقضية الوطنية، بالبعد الوطني لقضيتهم، بالبعد السوري لقضيتهم. هذه مسألة في غاية الأهمية، وهاتين المعادلتين هم مرتبطتان ببعضهما ارتباطا عضويا لا يمكن الفكاك عنه. خلال تجاربك مع الحركه الكرديه ومع الكرد ومثقفي الكرد، هل لمست شيئا من هذا النوع؟ نعم نعم كثيرا. يعني طبعا يعني الآن كما هو الحال في كل، فلنقل في كل الأوضاع المجتمعية في كل المجتمعات، يعني هناك آراء متعددة سواء كان عند الأكراد أم عند العرب. بلى. لكن ما أطرحه الآن رأيت أنه يلاقي صدى حقيقي لدى مجموعات مثقفة من الأكراد ومهمة أيضا، ولدى حتى قوى كردية أيضا. هناك آذان صاغية فعلا وتفكر بهذا الاتجاه تعمل ولو كانت الآن إلى حتى الله هذه اللحظة، يعني هي ربما تكون يعني ضعيفة إلى هذا الحد أو ذاك، أو على الأقل يعني لا تمتلك ناصية الأمور حتى هذه اللحظة. حول هذا التآلف وحول بناء هذه الممكنات والمشتركات بين يعني الشعوب السورية أو بين الشعب الكردي والشعب العربي خاصة، يعني عبر التكوينات المجتمعية والفكرية والثقافية. أستاذ أكسم، هناك اليوم ترتيبات في منطقة شرق الفرات والشمال الشرقي السورية، في ترتيبات سياسية خاصة ومعينة ومشتركين فيهم العرب، الأشور، الأرمن، الأكراد، يعني كحاله سياسيه معينه. وانت تفضلت ايضا، والاخوه المشاهدين اللي عم بيكتبوا كمان عم بيقولوا انه سوريا ما ممكن ترجع، وانت اكدت حضرتك على هالشيء، ما ممكن ترجع لايام قبل سنه 2011. يعني كيف تنظر الى ترتيب البيت الكردي والمعالجات الكرديه في إدارة قسم كبير من جغرافيتنا السورية، بغض النظر عن قربنا أو بعدنا عن سياسات الإدارة الذاتية؟ لكن بالمطلق سيكون لهذا الترتيب أثر بالغ وتأثير كبير على بناء القاعدة الديمقراطية للأحزاب والتيارات السورية الديمقراطية والليبرالية. يعني خاصة في قدامنا تجربة كبيرة جدا أيضا، المعارضات العراقية التي كانت يعني تعمل في الخارج، في سوريا، في لندن، بإنجلترا، في أوروبا، في بعض دول الشتات، اجتمعت وذهبت وراحت لكردستان وكردستان العراق، واللي تحولت إلى قاعدة يعني لتجميع قوى المعارضة والذهاب إلى بغداد، بغض النظر عن قربنا وبعدنا عن نتائج هذه السياسات. ولكن
ككردستان أصبحت منطلقا ديمقراطيا لتقديم المشاريع الفكرية والثقافية لإنارة هذا الشرق المظلم. تفضل، كيف تقول؟ والله لك يعني أنا يعني لي تجربة شخصية بهالموضوع، وهو يعني حديث يطول، يعني بين نقد يعني بين إيجاب وسلب. تفضل. لكن أريد فقط التركيز على بعض النقاط. أنا أعتقد أنه شرق الفرات يمكن أن تكون فعلا حاضنة حقيقية ومنطلق وقاعدة ديمقراطية، ليس فقط للأكراد وإنما السوريين جميعا. لكن في حقيقة الأمر يجب أولا وبداية الانتباه إلى مسألة إلى مسألة البعد الوطني. هذه مسألة في غاية الأهمية، وليس في غاية الأهمية، وأيضا في غاية الخطورة. لا يمكن الجمع بين أن نقول أو فصل بين توجه قومي كردي وبين توجه ديمقراطي وطني. ما يعني ما بقدر أكون أنا قومي وديمقراطي في آن واحد. ما هذا مسألة صعبة جدا الجمع بينهم. انه يعني ان اكون يا اخي اريد وطنا قوميا الان وفي هذه اللحظه الى اخره، واريد حسب استاذ اكثر، حسب ما هو موجود، يعني حتى الكردي من اليمين الى اليسار لا يمتلك هذا الخطاب اللي حضرتك عم تقوله، يعني على الاقل في الحاله السياسيه الحاليه على الأقل يعني. لا اتكلم بصوره، يعني الان اتكلم يعني بشكل نظري، لا اتكلم عن الخطاب المطروح، اتكلم بشكل نظري بصوره عامه. الجمع بينهما صعب. بهذا المعنى اولا يجب ان تكون التجربه سوريه. انا مع يعني ارى ان هناك اهميه قصوى في ان تكون التجربه الديمقراطيه في شمال شرق سوريا، ان تقطع جميع العلاقات ايا كانت باي بعد اخر غير سوري. يجب ان تكون قاعده فعلا لحوار سوري وطني سوري، وهذه القاعده ليس فقط قولا وانما فعلا. بهذا المعنى أنا أعتقد أننا يمكن فعلا أن نجد في شمال شرق سوريا قاعدة حقيقية لانطلاقة ديمقراطية تعم سوريا بأكملها. التجربة من حيث كونها تجربة اجتماعية سياسية هي تجربة في غاية الأهمية، ويمكن فعلا هذه التجربة في مستقبل سوريا يمكن أن تعمم، يعني في حال نجاحها يمكن أن تعمم. أيضا هناك مخاطر أساسية الآن تواجه هذه التجربة، وهذه المخاطر سواء كانت من تركيا أو حتى من دول أخرى، يعني غير تركيا، إقليمية، إيران أو غيرها، والنظام السوري وإلى آخره. لا يمكن لهذه التجربة أن تحمي نفسها ما لم تحصن نفسها بذاتها ببعد وطني سوري. لا تستطيع أن تحصن ذاتها. حلو. القوة العسكرية غير كافية. يعني أنتم كتيار وطني ديمقراطي ليبرالي، هل حاولتم دراسة هذه التجربة في شمال شرق سوريا من داخلها، وحاولتم الاقتراب منها أو يعني تبادل آراء في نوع من الحديث أو نوع من التقارب؟ والله يعني مجرد رأي سياسي بعيد من وراء الحدود؟ هلا أنا حقيقة كتجربة شخصية، نعم كان هناك تواصل مهم جدا وعلى مستوى عالي جدا. وأتكلم طبعا على المستوى الشخصي، وربما لن نصل إلى نتائج يعني مرضية، لكن يعني فيما إذا كان الأمر يتعلق بلجان الديمقراطية السورية. لجان الديمقراطية السورية عندما طرح عليها الحوار مع مسد قبلت، لكن بكل أسف مسد وقف الحوار وتراجع عنه. هذا ما أريد قوله. فالمسألة ليست في يدنا، نحن كنا نريد فعلا
يعني نحن عندما ننقد، أنا أيضا عندما أنقد على أرضية البناء، على أرضية الخوف على تجربة يمكن أن لا تتكرر مرة أخرى، يمكن أن لا تعطى فرصة سوريا أن تتكرر هذه التجربة مرة أخرى. أنا أنقد من خوفي فعلا على ضياع هذه التجربة، ربما تضيع بقضايا جزئية وهامشية ليس لها قيمة يعني. وخاصة هناك من يتربص بسوريا نعم كوطن. نعم، قلت هناك يعني دول، وهناك هناك النظام، تركيا على الحدود. تركيا الآن تجهز، يعني كل يوم نسمع أرتال تركيا تدخل إلى مناطق خفض التصعيد. ماذا يعني هذا؟ أن تركيا تتربص الفرصة المناسبة للقضاء على هذه التجربة. إذا إذا على هذه التجربة أن تتمسك فعلا بالقوى الوطنية السورية، بالقوى الديمقراطية السورية التي هي حريصة عليها أكثر مما هي حريصة على نفسها. بلى أستاذ أكسم، هناك الأخ الحقوقي أستاذ شادي حاجي يقول: ماذا يعني وما هو مفهوم حل القضية الكردية حلا ديمقراطيا عادلا من وجهة نظر سيد أكسم؟ وما هي معايير الحل الديمقراطي للقضية؟ ومن يحدد تلك المعايير؟ وما هي مرجعية تلك المعايير القانونية؟ وهل تشمل الحل الديمقراطي مسألة الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي وحقه في تقرير مصيره كما يشاءون دون تدخل؟ تفضل. هلا أنا لا أتكلم باسم حدا، أتكلم باسمي الشخصي. أنا شخص ناضلت من أجل حقوق الإنسان طوال عشرات السنين. ما أفهمه بقضية يعني ما أفهمه بالحل العادل والحل الديمقراطي. أولا نعم، يجب أن يكون هذا الحل منصوصا عليه في الدستور السوري، لكن أيضا والأهم من ذلك بصفتي أيضا يعني حقوقي وناضل من أجل حقوق الإنسان، أنا مع حق تقرير المصير لجميع الشعوب بكل بساطة. هذا من حيث المبدأ. الآن إذا كانت الوقائع السياسية المرحلية والاستراتيجية لا تسمح بذلك، لكنني من حيث المبدأ أنا مع حق تقرير مصير الشعوب. بعتقد أنه يكون أجبت إجابة واضحة على سؤال الزميلة. اوكي استاذ اكسم، شوي عم نقترب لنهايه البرنامج. السؤال هون احد الاصدقاء عم بيقول: تزامنا مع الحرب الاذربيجانيه الارمنيه خرج الرئيس التركي على الاعلام وكتب على صفحته في تويتر قائلا بان بعض الدول في منطقتنا لم تكن موجوده بالامس وربما لن تكون موجوده في المستقبل ايضا، لكننا باذن الله تعالى نحن كتركيا سنواصل رفع رايتنا في هذه المنطقة وإلى الأبد. ماذا يعني هذا الكلام الخطير التوسعي، وماذا يحمل أردوغان في هذا التصريح الخطير؟ يعني حضرتك أكدت أنت على الشيء. طبعا سوريا كوطن في مهب الضياع وعلى مفترق الطرق الغامضة. تفضل. هلا يعني لا أحد يناقش أنه المساعي التركية يعني باتجاه التحول إلى دولة استعمارية، لا أحد يناقش المسألة. ما تفعله تركيا من زعرنة وتشبيع في المنطقة، وأردوغان الذي طرح في بداية عهده وقبل في الانتخابات يعني كوعود، قال أنه سنحول تركيا إلى صفر مشاكل. يا رجل، حولها إلى سلة مشاكل. لم تبقى دولة إلا عمل معها مشكلة، لا دولة صديقة ولا دولة عدو. إذا هناك يبدو لي أن تركيا الآن بطاقاتها تريد فعلا التحول إلى دولة استعمارية، وبالتالي تريد يعني مد نفوذها سواء كان سياسي المبني على مصالح اقتصادية وسياسية ومصالح حيوية باتجاه دول أخرى يعني. وهذا ما نشاهده في ليبيا، ما نشاهده بافتعال مشاكل في أيضا البحر المتوسط، والبحث في مياه الآخرين، في مياه الدول الإقليمية لمياه الدول الأخرى، اليونان وقبرص، وربما أيضا يعني يمتد إلى دول أخرى. هذا يعني كلها محاولات تحويل تركيا إلى دولة إقليمية مستعمرة. ولكن أعتقد جازما يعني أن هذا الحلم
هذا يعني أضغاث أحلام، ما ليس أكثر يعني. ببساطة تركيا لا تمتلك أولا قوة عسكرية كافية، لا تمتلك ثانيا قوة اقتصادية تماثل القوة العسكرية أو تماثل الطموحات العسكرية التي يسعى إليها السيد أردوغان، ولا تمتلك أيضا قوة سياسية حيوية. يعني مجال الحيوي السياسي في المنطقة وفي العالم لن يسمح لتركيا أن تتمدد بأكثر مما هي عليه الآن. بس الوقائع على الارض أنا تشهد. أريد سأشرح. الآن كل ما تفعله هو افتعال مشاكل، فتشات يعني. يا بتروح فتشات، على ولكن ليبيا. هذا التيار القومي العنصري التركي الشمولي التوسعي الاستعماري يعني عم بياخذ دعم من كل اللاعبين يعني. تركيا لها من العلاقات لا السياسيه لا والاقتصاديه. لا، أنا لا أعتقد ذلك يعني. لكن الوضع العالمي الآن، يعني وضع كورونا على فكرة أربك العالم بأجمله، أربك الكون. وأيضا وضع كورونا بحد ذاته غير مجموعة من العلاقات الدولية. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا يعني اشتعال الشرق الأوسط الآن بهذه الحروب وبهذه المجريات والسياقات الجديدة غير كثير من التحالفات القائمة، سواء كان على المستوى الإقليمي أم على المستوى العالمي. تركيا الآن تستثمر هذا الوضع المربك للعالم. ببساطة هناك فراغ تحاول تركيا أن تمليه، لكن لا أعتقد أنها قادرة كما ذكرت بفعل العوامل ولكن استاذ اكرم، ولكن هناك مكاسب سياسيه على الارض، يعني منطقه عفرين اللي عم تعيش هذا اليوم احتلال. أسوأ سلطه سياسيه في العالم، ايضا محافظه ادلب، ارياف ادلب، عندك سريكاني، عندك يعني راس العين وباقي المناطق السوريه، يعني سوريا تركيا عم تستفيد سياسيا على الارض. نعم يعني الآن هي تستثمر هذه العلاقات. هذا الوضع المربك. يعني كيف استطاعت احتلال عفرين وغيرها من المدن السورية؟ كيف استطاعت؟ بمساومات بين أمريكا وبين بالضبط، روسيا. بالضبط. وليس فقط، يعني كان لديها أوراق هي. يعني تركيا على الحدود السورية مع 100 كيلو متر، مو مسألة. وهناك ليس فقط يعني هناك معارضات بكل أسف يعني. كانت يعني حملت السلاح إلى جانب تركيا. يعني ليس فقط تركيا التي قامت بالاحتلال. تركيا المرتزقة هم الذين قاموا به، السوريون هم الذين قاموا وساعدوا القوات التركية بدخول سوريا. طيب استاذ اكسم، سؤال اخير. انتم كمركز الشام للدراسات الديمقراطيه ومؤسسه امارجي للديمقراطيه السوريه، يعني كيف تقيمون الوضع الحالي بالاستناد الى استشفاف افاق المستقبل بفتره بسيطه، ورح نستودعك؟ تفضل. راح أحكي على أكثر من مستوى. المستوى الأول القوى الديمقراطية تحدثت عنها كثيرا، أن ضرورة تجميعها وضرورة أن تتوحد في مجموعة من القوى الفاعلة الوازنة. وأنا أيضا لا زلت أراهن على الأكراد، على القوى الكردية، في أن تكون رأس حربي لقضية الديمقراطية في سوريا. هذا مسألة. المسألة الأولى، أنا أعتقد أنه النظام السوري هو قيد الانهيار. النظام السوري هو يقف على عكازات مكسورة، واحدة تمسكها إيران وواحدة تمسكها روسيا. وأنا أعتقد أنه أضحى نظاما منبوذا من العالم بأكمله، وبقى أن يؤدي ما عليه من وظائف، سواء تجاه تطبيع، ربما يتجه باتجاه تطبيع مع إسرائيل، ونحن الآن نرى إشارات بهذا. أو نعم، أو أنه يعني باقي الوظائف التي يعني عليه أن يقيم. وبعدها أنا أعتقد سوريا ستخوض في معركة جديدة، ليست معركة حربية لكن معركة سياسية جديدة، وهي صناعة سوريا المستقبل. وأنا لا أعتقد أنها ستطول، يعني كما يعتقد البعض يعني من المتشائمين أن هناك سيكون حافز الثاني والثالث
لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أن المسألة هي سنوات قليلة، وسوريا الآن يعني خلالها ستسير في منحى آخر تماما، ربما في كثير من بقع الضوء يعني والأمل. اوكي، شكرا كثير. في الاخير نشكر ضيفنا الاستاذ اكسم نعيسه، مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطيه ومنسق لجان الديمقراطيه السوريه. امرجي، شكرا لك استاذ اكسم، ويعني فرحنا وكان لقاء جميل معك، وان شاء الله الى لقاءات اخرى اطيب واجمل. شكرا لك. شكرا، يعطيكم العافية جميعا، الله يعطيكم. شكرا. بلى. وأيضا كل الشكر لكم أعزائي المشاهدين ولمتابعتكم لشاشة روشن تي في. مني أنا عناد ديكو ومن فريق العمل كل الشكر والصحة والعافية لكم. سباس إبارة وبمني بخير وخشي هرشاد وبختوار.